انا عاوزكم ما تصدقوش الامهات الكبار اللي تقعد تقول لك انتوا جيل خايب، انتوا جيل مش عارف ازاي، انتوا ازاي تعبانين كده، ده احنا لما كنا زيكم كنا مش عارف ايه، وكنا والله كانوا بيقعدوا يعيطوا زيكم كده بالظبط. فما تتوهميش ان انت ضعيفه، انت ام كويسه جدا وام شاطره جدا، وكونك تعبانه ومش قادره ده شيء طبيعي. عندك طفل ما بينيمكيش، مش عارفه تشوفي اللي وراكي، جسمك تعبان، بترضعي، عندك نقص في فيتامينات، مشاكل كتير، فلازم تبقي تعبانه، لازم نفسيتك تبقى متدمره. وهم كانوا كده على فكره، بس نسيوا، فات بقى 20 30 سنه فهم نسيوا. ده رقم واحد. رقم اتنين، يا ريت تسيبوا الامهات في حالها بقى. يعني كل واحده تقعد تنظر عليك تقول لك انت سايب ابنك مش عارف كده، ابنك ضعيف، ابنك خاسس، ابنك بليد، ابنك مش عارف شعره ماله. سيبوا الامهات في حالها، كل واحده تربي عيالها بالطريقه اللي هي شايفاها صح. انت لو شايفه ابنك فيه مشكله اسالي دكتورك، ما تخشيش بقى على الجروبات وتلاقي ألف واحده بتفتي في التعليقات وانت يجيلك يعني روش في دماغك، ما انت مش عارفه مين صح ومين غلط. طب ما هو الطبيعي ان انت تاخدي المعلومه الصح من الدكتور، ما تاخديش المعلومه من المامز اللي عمالين يفتوا على الجروبات. انت اللي جبتي الوش ده لنفسك. خلاص، فالمعلومه ليها مصدرها. انا عايز اسال حاجه في الميكانيكا اروح الميكانيكي، عايز اعرف حاجه في الطب اشوف الدكتور. انما الامهات وجروبات الماميز دي وباء، وباء فعلا. نقعد نجري نتكلم بقى على الطبيخ واللبس ماشي، لكن الطب لا، دي مصيبه يا جماعه. فخدوا بالكم من الكلام ده. شكرا.